السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا أولى إعدادي، أخباركم إيه يا شباب؟ مرحبا. ليلة الامتحان، إحنا النهاردة ليلة الامتحان. عايزك تركز بقى معايا كده وفوق، عشان حضرتك لو مسكتش كتاب أنا عايز أقول لك النهاردة لامم لك كل الأفكار وكل التريكات. وبص، مش محتاج حضرتك تذاكر تاني بعدي، خلاص؟ ركز في الفيديو ده، هنشرح ونحل في نفس الوقت، وهظبط لك كل حاجة في المنهج بتاعك. بص، ركز بس. يلا بينا. المذكره دي ان شاء الله هتلاقيها في الديسكريبشن تحت، هتلاقيها حضرتك هتحملها. عايز تحملها بي دي اف، عايز تروح تطبعها بعد ما تحملها بي دي اف، اللي انت عايزه. المهم، المذكره دي بقى كتاب اسمه ستيب هيد. ده كتاب جميل جدا يا جماعه، جايب لك ملخص بطريقه جميله. تعالى كده نشوف. دي اول حاجه، مجمعين لك كل اليونتات بتاعتك بطريقه بسيطه. يعني مثلا يونت 1 بص هم دول بس، بص يونت 2 هم دول بس. يعني حضرتك مش هتذاكر كتير، مذاكرتك خفيفه، فاهمني؟ حاول على قد ما تقدر. احنا بنحاول في ليله الامتحان نشوف النقط الاساسيه بس، بنشوف النقط الاساسيه. مفيش وقت ان احنا ايه، فاكر؟ مفيش وقت ان احنا نقعد نبدا من الاول ومش عارف ايه، لا كتير جدا. انت بتاخد النقط الاساسيه، اهم حاجه اللي بتيجي في الامتحانات. فاحنا مجمعين لك اهم حاجه عشان وقتك، ودي اللي بتيجي على طول في الامتحانات. الكلمات دي هتقراها حضرتك مع نفسك وتحفظها اهي، كلها كلمات قديمه. احنا دلوقتي بقى هنحل على الكلمات دي على طول. قبل ما تحل معايا، قبل ما تحل هتوقف الفيديو تحفظ الكلمات دي الاول، بعد كده حل عشان تعرف تلاقي الاسئله سهله وبتعرف تجاوب معايا. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كده يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. سينونيم، معنى كلمه هيلبفول يا شباب معناها مفيد. عايزين معنى كلمه مفيد. ايه اللي في الاختيارات معناها مفيد؟ كلمه يوسفول. يلا يا جماعه، مجمعين لك شويه اسئله على يونت 1 ويونت 2 ويونت 3، بس كل يونت لوحده. طيب، عكس كلمه اوت دور معناها بالخارج، يبقى عكسها اندور. اللي بعده يا قلبي، وياد احنا هنضيف نهايه لكلمه انتر اكتيف. معروفه انتر اكتيف معناها تفاعلي. الصفحه اللي بعدها، اي ريد انا بقرا قصه اون ماي تابلت، على التابلت بتاعي. انه كان ايه؟ بالصور. انه اي بوك، كتاب الكتروني. اول ما يقول لك تابلت يبقى انت عايز كتاب الكتروني. السؤال اللي بعده، نقط از بادج، صفحه على الانترنت. بس اول ما تشوف كلمه بادج وانترنت يبقى انت عايز ويب سايت. فبحاول اقول لك الكلمات اللي لما تشوفها تختار ايه على طول. طيب، كلمه بريك بتيجي معاها كلمه بريك، خلاص معروفه، تيك بريك اصلا كلمه على بعضها، كلمه محفوظه سهله. بص كده، اوعى تنسى تفحص ايه او تراجع ايه على الاخبار بتاع. بس اول ما يقول لك اخبار المدرسه يبقى انت عايز نوتس بورد. تمام يا شباب؟ اللي بعده، ماي ايه الصبح. بس اول ما يقول لك ماي مورنينج، دي مورنينج يبقى انا عايز روتين. الروتين بتاع الصباح بتاعي سهل، ان انا باكل ايه؟ بفطر وبحضر، دي معناها بجهز او بحضر ماي باج او ماي سكول باج، شنطتي. اللي بعده، ان ساينس كلاس، في الفصل بتاع المدرسه او فصل العلوم احنا سوف ايه؟ اكسبيرمنت شيء، دي معناها تجربه. طب يا قلب، التجربه بتيجي معاها ايه؟ بتيجي معاها دو اكسبيرمنت، دي كلمه على بعضها محفوظه. اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هيلبنج بيبل، مساعده الناس بتخلي الشخص بطل في ايه؟ في الكوميونتي بتاعته، في المجتمع بتاعه. ويوز احنا بنستخدم كلمه زوم، ابلكيشن اسمه زوم، عشان نعمل ايه؟ فيديو كول. حاجه بتيجي مع فيديو كول بس معروفه، ميك فيديو كول، دي بتيجي مع دي، احفظ دي الاساسيات. خلاص، ميك فيديو كول. شفت فيديو كول يبقى انا عايز ميك. طب شفت ميك يبقى انا عايز فيديو كول. اسئله جميله. طيب، كلمه ران بتيجي معاها ايه؟ ران اون معناها ينفذ. ران اون معناها ينفذ. وي ماست احنا لازم بلانت تري، نزرع شجر. وريسايكل ونعيد تدوير ايه؟ البيئه. نعيد تدوير ايه؟ عشان بروتكت، نحمي البيئه، نحميها. اللي بعده، اي لايك تو شير. بس كلمه شير معروفه، بيجي معاها حرف جر اسمه ويز، هي معروفه، شير ويز. اللي بعده، if you hard بس work hard يبقى انا عايز اتشيف. بس اول ما تشوف work hard معناها عمل جاد، يبقى انا عايز تحقيق جولز، الاهداف. خلصت. اسئله جميله. اللي بعده بيقول لك ايه يا قلبي؟ بيقول لي كلمه كونفيدنت معناها ثقه. طيب، هي كلمه الثقه بتدي نفس معنى كلمه ايه في الاختيارات؟ فين هنا معناها ثقه او متاكد؟ هي كلمه assured معناها متاكد. معناها يا جماعه متاكد، دي الاجابه. اوبزيت، عكس كلمه نيت دي معناها مرتب، حاجه مترتبه، عكسها ميسي فوضوي، دي الاجابه. اللي بعده، احنا هنضيف لاحقا لكلمه
ايشن. اكسبليشن معناها شرح. اكسبليشن معناها شرح. اللي بعده مدرسنا طلب مننا نعمل ايه؟ المشروع. حاجه بتيجي مع البروجكت مشروع، دو بروجكت يعني يعمل مشروع. اللي بعده تيتشرز. المدرسين لديهم ايه قوي؟ مهارات. مهارات ايه قويه؟ ليدرشيب يعني القياده. اول ما تشوف كلمه تيتشر وسترونج يبقى انا عايز كلمه ليدرشيب. مهارات القياده في بقى في تنظيم الفصل في المدرسه. سينك ايه؟ فكر بايه؟ ده إيه؟ ان انت بتفكر في حاجه جديده وغير عاديه، يبقى ده اسمها كرياتيفيتي، اسمه ابداعي. هي بتحب ترسم وبتحب تلون كده، هي بتكون مالها كده، هي بتكون مالها. طب هي بتحب ترسم وتحب تلون، يبقى هي كده بتكون مالها كرياتيف، مبدعه. انا بحب استخدم الصور والدياجرام والرسم التخطيطي، لان انا بكون ايه؟ متعلم ايه؟ فيجوال، بصري. اول ما اشوف كلمه بيكتشر والدياجرامز يبقى انا عايز كلمه فيجوال معروفه. كلمه ليرنر بتيجي مع فيجوال. اللي بعده حاول تذاكر في مكان هادي وما يكونش فيه نو ايه حواليك. ما يكونش فيه نو ايه؟ ما يكونش فيه نو هتبقى ديستراكشن معناها تشتت، ما يكونش فيه تشتيت. اللي بعده اي داونلود. انا بحمل 2 ايه تعلم على الانترنت بتاعي. بحمل 2 ايه ابس، تطبيقات. اللي بعده كلمه كوميونيكيت بيجي مع حرف جر اسمه ويز معناها يتواصل مع. المهم اللي بعدها ست بتيجي معاها ايه؟ سيت اواي يعني يقعد بعيد، يقعد بعيد. حتى اقول لك ايه؟ من الافضل انك تقعد بعيد من الضوضاء، بس يبقى سيت اواي. ست بتيجي معاها اواي. تشوف ست يبقى انا عايز اواي، دي كده على بعضها احفظها، تيجي كتير قوي. بعد انت لازم تذاكر ايه عشان تفتكر دروسك؟ يبقى لازم تذاكر ريجولارلي معناها بانتظام. لازم تذاكر بانتظام. اللي بعده اي اندرستاند. انا فهمت بيتر افضل. عندما اي ليسن انا سمعت الفصل، لان انا بكون ايه؟ متعلم ايه؟ والله انت بتسمع يبقى انت كده راجل ايه؟ ادوتيري يعني متعلم سمعي. اللي بعدي بيقول لك ساره عندها ايه قوي؟ للعلوم، ودايما بتعمل افضل ما عندها. يبقى عندها ايه للعلوم؟ عندها بيشن معناها شغف، يعني بتحب العلوم او عندها شغف او عاطفه. كلمة باورفول قوي، عايزين تدي نفس معنى. فين كلمة هنا معناها قوي برضو؟ كلمة سترونج قوي. اللي بعده ذا adjective صفة kind معناها عطوف، عكس كلمة عطوف كرول، قاسي معناها قاسي. هنجيب الاسم من صفة بيرسونال معناها شخصي، تمام؟ عايزين نضيف لها نهاية يبقى اسمها personality تي معناها شخصية. اللي بعده والد ايه؟ هيز بي اتش دي معناها درجه الدكتوراه، بس درجه يبقى انا عايز جوت. كلمه جوت او جيت او كلمه جوت بتيجي مع كلمه بي اتش دي اللي هي درجه الدكتوراه. ذا ستيت الدوله يجب ان هي تعمل ايه عظيم؟ تظهر ايه عظيم للعلماء بتاعتها؟ ابريشيت معناها تقدير، لازم تقدر علمائها. بيشن الوالدين بيشعروا بالافضل بعد ما خدوا ايه؟ بانتظام، بعد ما خدوا التريتمنت، العلاج. تريتمنت معناها العلاج. اللي بعده احنا يجب دايما ايه؟ ابائنا ومدرسينا لازم نعمل ايه؟ ريسبكت، نحترمهم، لازم نحترمهم. هي ورك هارد هو بيعمل بجد افري دي كل يوم عشان يوصل لايه؟ جول. اول ما تشوف ريتش يبقى انا عايز جول. ريتش جول يعني يوصل لهدفه. ماي رول موديل قدوتي بيكون واحد من العيله، واحد من الممبرز، العائلات، من الاعضاء. بالمناسبه اورجانز دي معناها اعضاء، بس اعضاء في الجسم. اما ممبرز معناها اعضاء بس ايه؟ في العيله، شخص في العيله. اما اورجانز معناها عضو، بس عضو في الجسم. تمام يا شباب؟ اللي بعده اقول هيومن. الانسان الكويس يجب يؤمن ان العلوم بيكون اداه ايه؟ اداه للسلام، بيس. طبعا دلوقتي في ناس بتستخدم العلوم في حاجه وحشه، بيعملوا قنابل ذريه بيفرتكوا بها البلد العالم، فهتبقى بيس افضل السلام. ده المفروض يعني العلم بيستخدموه في كده. حاجه كده بتكون نجاح انك توصل لهدفك، ده اسمه اتشيفمنت، يبقى ده الانجاز. اول ما تشوف جول يبقى انا عايز ريتش. بص ريتشنج ا جول معناها يوصل للهدف، يبقى انا عايز ده اتشيفمنت. ايجيبتس حاجه كده بتاعت مصر
ميك ات خليتها قويه وتكون معروفه. هي ايه؟ لوكيشن، معناها موقع مصر. موقعنا الحمد لله زي الفل. اللي بعده ميني فالنتيرز كثيرا من الايه؟ المتطوعين بيعملوا بجد وبيساعدوا ايه؟ بيساعدوا الكوميونتي، المجتمع. اللي بعده amazing people، الناس المدهشة. ايه؟ الآخرون بيكونوا عظماء مثلهم. يبقى انسباير، بيلهموا الآخرين. اللي بعده دكتور جمال حمدان بيكون فيمس بتيجي مع حرف جر اسمه فور. اللي بعده نخش بقى يا شباب على الجرامر. طبعا انا شرحت لك الجرامر، لو انت قدمت الفيديو كده شويه كمان هتلاقي شرح الجرامر بطريقه جميله وبنحل عليه وحلينا عليه برضه. بس احنا دلوقتي اللي احنا حلينا عليه كان شرح وحلينا على الاختيارات، حلينا اختيارات. اما دلوقتي ده الرايت، ركز بقى برضه معايا في الرايت، فوق معايا. طيب احنا عاملين فيديو تاني، لو انت شفت هتلاقي مكتوب مراجعه جرامر اولى اعدادي، حضرتك ممكن ترجع لها، هتلاقي قبل الفيديو ده تقريبا بفيديوهين ولا حاجه. هتروح الفيديو ده تسمع الجرامر تاني شرح وحل، وهتلاقي مكتوب عليه الفيديو مكتوب عليه الصوره المصغره بتاعت الصوره الخارجيه، انا مش كريم انا كرم، وهتلاقيني شخصين واقف كده قصاد بعض. اتفرج على الفيديو ده مكتوب فيه بقى شرح الجرامر بطريقه جميله قوي يا جماعه، بطريقه جميله، عاملها لك بطريقه سلسه كده، وتفهم اول ما تسمع كده ايه ده، تحس الموضوع جميل قوي. فركز بقى معايا كده في اللي جاي ده. نيفر، يعني نيفر معناها ابدا. طيب تعالى نحل بقى على نيفر. نيفر دي مالها؟ قال لك نيفر بتيجي، شايف از دي؟ هي بقى بتيجي بعد از. يعني ايه؟ يعني هتكتب هنا نيفر بس كده. يبقى تاني نيفر مالها؟ بيجي قبلها ام او از او ار. تمام كده؟ حليناها. I play football after school، هو عايز يحط اوفن. ماشي، اوفن دي بتتحط فين؟ قبل الفعل الاساسي، يعني ده اسمه الفعل الاساسي. تعال ناخد امثله عشان نفهم. بص كده، بص كده، لو احنا قلنا مثلا always، often، sometimes، never، وهكذا، كل ده بيجي بعده حاجتين، لا اما فعل في المصدر، لا اما فعل اخره اس، لا اما مصدر لا اما فعل اخره اس. طب وقبله ايه؟ قبله بيجي حاجتين، لا اما I او وي او يو او زي او اي اسم جمع، لا اما هي او شي او ات او اي اسم مفرد. فاحنا عملنا ايه؟ اي واحده من دول زي ما انت شايف. تعالى بس ناخد المثال تاني. اي اهي، اي هيجي بعدها اي واحده من دول، مثلا ناخد اوفن مثلا اهي. بعد اوفن انا عايز مصدر ولا فعل اخره اس؟ والله السهم ده لو من فوق، يعني لو حاجه من دول هتاخد مصدر، فانا هنا اي فوق يبقى انا عايز المصدر. طب لو كان حاجه من دول يبقى انا عايز فعل اخره ايه؟ اس. طب انا حاجه من دول اي اهي، يبقى انا عايز المصدر دي. تمام؟ المصدر بقى ايه؟ يقول لك نقط بلاي ولا بليس؟ لا اختار بلاي. فهمتوا؟ هنا نفس الكلام، عايز احط ايه؟ عايز احط اوفن. طب اوفن اهي بتيجي قبلها حاجه من دول، اي اهي، حط اوفن اهيت، هتاخد مصدر فعل اخر مصدر اللي هي بلاي. كمل بقى بقيه الكلام عادي، كل ده هينزل زي ما هو. هي لايكس ميلك نقط، عايز يحط نوت يعني بتنفي بدونت او دازنت، هنحط دازنت. ليه دازنت مصر؟ عشان هي، يبقى هي دازنت، هات المصدر. دازنت بيجي بعدها مصدر كلمه ميلك. المثال اللي بعده عايز يحط داز دي بتيجي في اول الكلام، يبقى نقول داز بيجي بعدها فاعل اللي هو شي. عايزين مصدر، المصدر كلمه ريدز، بس هنخليها ريد بس، وبقيه الكلام ده هيتكتب زي ما هو. تاني he helped his father at work، عايزين usually، خلاص هنحط he usually، وبعد كده helped دي هنخليها هيلبس. كمل بقى بقيه الكلام عادي. تمام؟ مين؟ محمد؟ ده محمد اخويا، كنت هقول له يبعت الفلوس فودافون كاش. يا محمد بقول لك ايه، ابعت معلش، هبعت لك رقم تبعت عليه فلوس فودافون كاش 250.
يلا سلام. خد. هو خلاص نقلت الحاجة، لو هتحطه عشان يعني؟ نقلت الفيديوهين. الفيديو ده. طب الله ينور عليك والله. بص زوجتي عملت لي ايه. تصميمات نانو بنانا ده. نانو بنانا والله العظيم. شفت الشغل؟ الله اكبر، ده بجد. والله مش مضيع من ملامحك خالص، خلي بالك يا ابني جامد. ده جامد قوي. ما انا بقول لك انت كاتب ايه؟ ولد احذر عايم في عماية الذهب وبقى لا ده هي بعتت لي كذا حاجه جامده قوي بجد. بص لا والله الله اكبر، حلو بجد. شغل جامد يا ابني والله جامد. ولا مصمم ولا اي بتنجان والله العظيم. احسن لك. ايه رايك؟ لا بصراحه جامد قوي. بص طب هي اللي عامله لي دي هيفيد اصحاب المشاريع لسه بادئه. دي صوره مصغره برضه حلو برضه. نانو بنانا. بص نانو بنانا يابا. ادخلوا وخشوا القناه ومش عارف الجمدان ده بجد الجمدان ده جامد. هتحط حاجه ولا لا خلاص؟ انت عايز تحط خلاص؟ لا خلاص هو مشحون اصلا. هبقول لك عليه برضو لو في اي مصلحه تجيلك ولا حاجه. زي واتش تي في ان ذا ايفنينج. عايزين نحط نيجاتيف يعني ايه؟ يعني كلام نفي، يعني هو عايز ينفي يعني. او ما اقول لك كلمه نيجاتيف يعني عايز يحط نوت يعني في الكلام. المضارع البسيط لما بتيجي تنفي بدونت او دازنت معروفه. فزي هتاخد ايه؟ زي هتاخد دونت. ودونت عايزه ايه بعدها؟ مصدر. فين المصدر؟ كلمه واتش. كل ده هتنقله تاني بس كده. كل اللي احنا عملناه حطينا دونت بس. اي ام دوينج سبورتس عايز احط اوفن. تمام. اوفن بتيجي ايه؟ بيقول لك اي اوفن. انت كلنا عارفين احنا اوفن بتيجي فين. اوفن عايز بقى فعل في المصدر. دو. كمل. دو دي هنجيبها المصدر. سبورتس. كلام جميل وسهل. كل ده شارحينه بالتفصيل في الفيديو بتاع المراجعه. اسمعوا مراجعه الاولى اعدادي. اي درينك ميلك افري مورنينج يعني انا بشرب لبن كل يوم. عايزين نحط نوت. خلاص ماشي. هقول اي دونت عشان النوت بتاعت دونت عايزه مصدر اللي هي كلمه ميلك. ادي ميلك اهي. كمل بقى. افري مورنينج اهي. اللي بقى عايزين نحط هاو دي بتيجي مع ايه؟ بتيجي هو عايز يقول لك كيف انت تذهب للمدرسه. سؤال يعني. هنقول هاو. تمام. هاو ماشي. هاو بيجي بعدها ايه؟ لا اما دو لا اما داز. بس هنا عشان في اس فهنحط داز. هاو داز. عايزين الفاعل اللي هي عايزين بقى فعل في المصدر اللي هي كلمه جو. كمل بقى. تو سكول. عايز يقول لك كيف انت تذهب الى المدرسه. فرد عليه قال له ايه؟ باي سكول. باي باص. عايزين نحط دو وجايبها لك دي كابيتال يبقى دي في اول الكلام. يبقى دو في اول. دو بيجي بعدها فعل. فين الفعل؟ زي. عايزين مصدر. فين المصدر؟ كلمه جو. كمل كل ده هيتكتب تاني هنا بس في الاخر علامه استفهام. يونت 2 عايزين نحط كلمه كان. ماشي. هنقول علي كان بيجي قبلها شخص وبعد كده مصدر. فين المصدر؟ بلايس. هنخليها بلاي. فوتبول افري ويل دي هتنزل زي ما هي. عايزين نحط كانت. ماشي. كانت بيجي قبلها برضو شخص اللي هو ماي براذر. هتبقى ماي. هنختصرها هنكتبها برو. بعد كده كلمه كانت. حط المصدر بدل رايتس هتبقى رايت بس. كمل. ابايك. اللي بعده. The children play in the garden. عايز احط ايه هو هنا؟ تعال نشوف كده عايز احط ايه. عايز احط كلمه بلاينج. خلاص. بلاينج دي بتاعت ايه؟ بلاينج دي فعل اخره ان جي. اول ما اقول لك بلاينج اعرف ان انت عايز قبلها ام او اذا وار. ده بقى المضارع المستمر. يا مريم. ايه يا مريم؟ انا 5 دقايق 10 دقايق اكون عندك يا مريم. طب سمعي العيال يا مريم قبل لما اجي. خلاص تمام يا مريم ماشي. يلا سلام. اول ما يقول لك حط لي كلمه فعل اخره جي اعرف ان هيكون قبلها ام او از او ار. هنا بقى اطفال جمع يبقى نحط ار. حط بقى الاطفال اللي هي ذا شيلدرن اللي هي الكلمه دي هنحطها.
تمام. are playing. كمل بقى in the garden. عايزين ناو مضارع كده برضو مستمر. طيب زي بتاخد ام ولا اس ولا ار. وبعد كده كلمة listen هنحط لها هاي ان جي تبقى listening. كمل to music هتتحط زي ما هي. عايزين نحط كلمة not يبقى هننفي. is دي هنحط لها not بس. اللي بعده منى speaks English. عايزين نحط كلمة كان في أول الكلام، هنحط كان بيجي بعدها فاعل اللي هي منى لما بتيجي بصيغة السؤال يعني. عايزين فاعل في المصدر speak وبعد كده كلمة English علامة استفهام. عايزين نحط كلمة كان. ماشي، كان بيجي قبلها ايه؟ شخص. فين الشخص؟ شي. كان answer دي اهي مصدر. كمل بقى the question it's easy. خلصت الجملة. اللي بعده عايزين نحط كلمة at the moment يبقى هي دي بتاعت at the moment بتاعت المضارع المستمر. am is are فعل اخره جي يبقى هي is كلمة walking. كمل to school وبعد كده نحط كلمة at the moment. عايزين نحط كلمة كان. ماشي، كان بيجي قبلها فاعل اللي هو الشخص اللي هو my father. وبعد كده عايزين مصدر اللي هي كلمة drives بس هنخليها drive بس. وبعد كده كلمة أكار. خلصت الجملة. عايزين نحط ام نوت اللي هي النفي. ماشي، ام طالما في ام يبقى انا عايز ام از ار فعل اخره جي. هنحط ام وحاطط لها نوت وبعد كده عايزين فعل اخره جي اللي هي كلمة ايت هنخليها اي ان جي كده ونحط كل اللي بعدها ده زي ما هو وام بيجي قبلها اي عادي اللي هي دي. يونت 3 عايزين نشوف. يونت 3 بيتكلم عن الماضي البسيط. عايزين ننفي بديدنت بيجي بعدها مصدر وبيجي قبلها شخص. الشخص اهو اي. عايزين بعدها مصدر اللي هي فيزيتد هنخليها فيزيت بس وبقيه الكلام عادي اللي هي كايرو لاست ايه يير. عايزين نحط ديد بيجي في اول الكلام اهي. عايزين فاعل ديد بيجي بعدها فاعل ثم مصدر. الفاعل اللي هو الشخص هي اهي. عايزين المصدر اللي هي ات هنخليها ايت. كمل بقيه الكلام بقى. a sandwich this morning. عايزين yesterday بتاعت الماضي بتتحط في الاخر هنخلي جيف دي هنخلي الاي اي بس ونحط كلمه اسمها yesterday في الاخر عشان هو عايزها في الماضي. عايزين نحط ان 2010. ان 2010 دي في الماضي هنحط ان 2010. طب والفعل اللي جوه هنا هنخليه ماضي بدل جوز هيبقى went WENT. سهل خالص اهو. عايزين نحط كلمه 2 months ago يعني منذ شهرين. دول بيجوا في اخر الجمله بتاعت الماضي يبقى دي هننزلها هنا اهو في الاخر. هنغير بس كلمه start هنخليها started هنحط لها اي دي عشان كلمه اجو بتاعت الماضي. عايزين نحط نوت دي بتاعت الماضي. طيب ووكد دي ماضي. بننفي ازاي الماضي بديدنت وبيجي بعدها مصدر. كلمه ووكد هنخليها مصدر ووك. كمل بقيه الكلام اللي هو تو سكول يسترداي. طب وقبلها هنحط اي. المثال اللي بعده بيقول لك ذا دوج سليبت ان ذا جاردن. عايزين نحط ديدنت بيجي قبلها شخص. فين الشخص اللي هو كلمه ذا دوج الفاعل يعني ذا دوج. كمل. عايزين مصدر سليبت هنخليها مصدر هتبقى سليب. كمل ان ذا جاردن اهي. لاست فرايداي هنحط لاست فرايداي في الاخر هنحطها هنا في الاخر. لاست فرايداي ماضي وهنخلي وي انجوي دي ماضي هنمسحهم كده ونخلي الفعل انجوي ده انجوي بس هنحط له اي دي يبقى ماضي. عايزين نحط دي بتيجي في اول الكلام اهي. عايزين الشخص اللي هو ماي براذر ماي هنختصرها هنخليها ماي برو. عايزين مصدر بدل كوك ده تبقى كوك بس يبقى الكلام عادي دينر يسترداي. اخر سؤال معانا يا شباب ونقفل. in ancient times هتحط في الاخر. طيب بيبول هتنزل ما هي دي هنخليها ماضي. ما هي ancient times يعني في العصور القديمه يعني كلام ماضي. فالناس بيبول زي ما هي. build دي هنخليها ماضي تبقى built وزير houses from stone زي ما هي. وبكده يا قلبي كنا خلصنا المراجعه بتاعتنا الجميله. عايزك تسمع بقى الفيديو الثاني اللي هو اللي احنا نزلناه بتاع المراجعه اللي هو انا مش كريم انا كرم. ده الجزء الثاني بتاع الحلقه بتاعتنا.
ركز معانا كده يا جماعه عشان الكلام مهم جدا. بالتوفيق يا بطل. ما تنساش تخش الجروب بتاعنا، بنوزع كروت شحن، بنوزع فلوس على اسئله كتير جدا، من 50 بال 100 كارت شحن، فممكن حضرتك تكسب كروت شحن. كروت شحن ب 20، كروت شحن ب 100، كروت شحن ب 50، وبنوزع سبائك ذهب. خش اتفرج معانا وخش اشترك في القناه بتاعتنا. قناه الواتس بتاعتنا هتلاقينا منزلين الرقم بتاعنا في الديسكريبشن تحت، حضرتك ممكن تخش تكتبه، او برضو اهوت عشان لو حضرتك حابب برضو ايه تاخده 011 525 13 088. ده الرقم بتاع الواتس بتاعنا. كلمنا هندخلك في اللينك بتاع الجروب على طول، او هننزلك برضو لينك الجروب بتاعنا او لينك القناه الواتس بتاعتنا. بالتوفيق يا بطل، هتوحشونا. نتقابل مع بعض الترم التاني. سلام.